اليوم بنشرح أهم سبب يخرب عليكم العجينة حتى لو كانت المقادير صح، وهو التخمير الغلط. لو تبغون خمير حضرمي أو معجنات جاهزة تواصلوا خاص. العجينة اللي ما تخمرت كفاية تطلع ثقيلة وما فيها هواء وطعمها عجين ناشف. هذا يصير لما نستعجل ونخبز قبل ما ترتفع صح. وبرضو التخمير الزايد يخرب، العجينة تنتفخ زيادة وبعدين تهبط. وحرارة المكان مرة مهمة، الجو البارد يوقف الخميرة والجو الحار يقتلها. لازم مكان دافي معتدل. وبرضو الماء، لو كان بارد يبطئ الخميرة، الأفضل ماء دافي. ولا تنسون تغطية العجينة، لو انشخت من فوق توقف عن الارتفاع وتطلع قشرة قاسية. ليش التخمير مهم؟ هو اللي يعطي العجينة الهواء يخليها ترتفع وتصير خفيفة. الخميرة العادية تحتاج موية دافية وسكر بسيط، وبعدها نخلي العجينة ترتاح من 45 دقيقة إلى ساعة. الخمير الطبيعي نستخدم خمير نشيط، نقلل السوائل شوي ونخليه من ساعة ونص إلى ساعتين.